الرحيم، متابعي كبسولة رياضية. طبعا منتخبنا القومي هيلعب اليوم مباراة مع زامبيا، مباراة ودية، وفي مباراة أخرى مع الجزائر. كبسولة اليوم نفسنا فيتوريا خلاص، وقت التدريب ووقت التمرين ووقت الاختبار ووقت التجربة، أعتقد كل ده عدى، وآن الأوان بقى نشوف كيان للمنتخب القومي المصري، لمنتخب مصر. نشوف هوية، نشوف طريقة لعب، نشوف تشكيل ثابت. أعتقد يا فيتوريا كفاية بقى هكس، وكفاية بقى أنزل محمود حمادة، لا أنزل محمد حمدي، لا أجرب بمصطفى فتحي، لا ألعب فيتوريا. عايزين هوية لمنتخب مصر. المباريات الودية دي على فكرة بتدخل ولها زي ما احنا عارفين درجات، ولها تقييم، ولها درجات فيما بعد يصنف المنتخبات تصنيف أول أو تاني أو تالت أو رابع. وبالتالي المباريات الودية مهمة جدا جدا جدا. فيتوريا رجاء بلاش خطة 4-3-3 اللي كل مدرب مصري كل مدرب أجنبي بيحاول يطبقها على منتخب مصر وبيفشل، لأن لاعيبة مصر مش بيهضموا هذه الطريقة. بلاش خطة 3-4-3 لأن كل لاعبي مصر بيفشلوا في تطبيق هذه الطريقة. الطريقة الوحيدة اللي يستطيع لاعبي مصر بخبراتهم، بطبيعتهم، بسلوكهم، بكل ما اتعلموه في قطاع الناشئين لحد ما وصلوا للفريق الأول في أنديتهم، لحد ما وصلوا لمنتخب مصر، هي طريقة 4-2-3-1. تثبيت خط الدفاع ب4 مدافعين، 2 ديفندر، 3 قدامهم وراس حربة. نفسنا نشوف راس الحربة بتاع مصر خلاص مصطفى محمد، يبقى هو مصطفى محمد. أصيب أو أخذ انذارين واتطرد أو أي مستوى الفني يكون في بديل سترايكر تاني. هتقول لي مين؟ هقول لك مفيش. طيب الثلاثة اللي تحت مصطفى محمد، صلاح في اليمين، في الشمال لا إما مرموش لا إما تريزيجيه، وبتوقع إن هو كل مقتنع بمرموش. طيب مين اللي في النص؟ إلى الآن مفيش. طيب الاثنين الديفندر ممكن يكون طارق حامد، وهو مقتنع تماما بمحمود حمادة، مش عارف ليه. الأربعة المدافعين يا ريت يثبت. باك يمين عمر كمال عبد الواحد أعتقد، في الشمال الباك بتاع الزمالك لو هو مش جاهز يكون محمد حمدي. الاثنين اللي في النص سرد باكين طبعا عبد المنعم، ومعاه مفيش غيره اللي هو علي جبر، برغم ان انا لا مش مقتنع بمستوى علي جبر. ولكن بتمنى يا فيتوريا ثبت منتخب مصر، ثبت منتخب مصر، حفظ طريقة اللعب. نفسنا نشوف جمل تكتيكية هجومية، جمل ابقى قاعد كده اقول الجملة دي اتكررت مرة واثنين وثلاثة، الجملة دي فعلا متفق عليها، الجملة دي متدربين عليها. نفسي النهاردة هيلاعب زامبيا، بعد كام يوم هيلاعب الجزائر، ابقى عارف ان منتخب مصر ال11 لاعب هم معروفين، التغيير في حدود 2 أو 3. نفسي اشوف منتخب مصر ما ينزلش 4 و5 تغييرات زي ما حصل في مباراة تونس. كل واحد نازل والله ما عارف هيعمل ايه، ولكن كنا مغلوبين وقال لك انزل فلان جايز يتغير النتيجة، انزل فلان جايز. نازلين بدون هوية وبدون تكتيك وبدون فكر وبدون ما هو عارف هيعمل ايه. اي منتخب يا جماعة في العالم
لازم يكون في 11 لاعب اساسي معروفين بالاسم، مراكزهم معروف، خطة اللعب، طريقة اللعب. اغير داخل المباراة مفيش اي مانع، يكون في مرونة، وفي اللاعب اللي يبقى عنده المرونة التكتيكية، لكن بيبقى فيه هوية لمنتخب مصر. بلعب زون ديفنس، بلعب دفاع متقدم، بلعب ضغط عالي، بلعب في هوية. الاهداف بتيجي ازاي؟ طريق الاهداف تتكرر مرة واثنين وثلاثة، ابقى عارف. صلاح يبقى عارف دوره ايه، مين بيدافع مكان صلاح لما ما بيرجعش، مرموش بيطلع لقدام وبيرجع. عايز صانع العاب يكون على اعلى مستوى. بعد عبد الله السعيد مش لاقيين اللاعب رقم 10 في منتخب مصر، وفيتوريا مش عارف يصنع. كمان زيزو احسن لاعب في مصر حاليا، لازم فيتوريا يطوع الفريق ويطوع الخطة، يكون موجود صلاح ويكون موجود زيزو، لان زيزو قوة ضربة كبيرة جدا. اتمنى هذه الكبسولة يا فيتوريا، عايزين نشوف هوية لمنتخب مصر. ابقى متأكد ان لو البطولة الافريقية بدأت، ال11 لاعب دول هيبدأوا لو مفيش اصابات ان شاء الله. طبعا في وجود الشناوي، وللأسف اخد محمد صبحي وابو جبل، ودي احنا شفنا مستوى محمد صبحي في اخر مباراة في الزمالك كان عامل ازاي، ومتجاهل تماما احمد الشناوي لاسباب نقدر نقول عليها اسباب سياسية. كل الشكر لمتابعي كبسولة رياضية، كل التوفيق لمنتخب مصر.